أبو أديب عندي سؤال، أنت فهمني هذا الحديث في البخاري، الراوي أنس بن مالك، رقم الحديث 2880. يجاوبك أبو عائشة. أبو عائشة يجاوبك، تفضل. إيه؟ نعم. اسمع ماذا يقول. وهل عائشة كانت في أحد في الحرب؟ اسمع، لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عندي، قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقذان القرب، وقال غيره: تنقذان القرب على متونهما، ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملئانها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. هنا في الشرح ماذا يقول؟ دقيقة. نعم. يقول شرح وين تقرأين؟ شرح مين؟ شرح نفسه ابن حجر في شرح البخاري. نعم. اسمع ماذا يقول، بس نروح. يقول: خدم سوقهما، والسوق جمع ساق، وخدم السوق هو الخلخال. الآن يا أبو أديب، من كان يلبس الخلخال في أحد؟ أليست هند بنت عتبة؟ وين الخلخال؟ إيه، هنا في الشرح يقول: والسوق جمع ساق، وخدم السوق هو الخلخال أو أصل الساق، والبلع من داخل. إيه. الآن أنا سؤالي لك، معروف أن في أحد هند كانوا معها هم الذين كانوا معروفين بالخلاخل. هل زوجة النبي لابسة خلخال في حرب أحد؟ وكيف أنس بن مالك يقول نرى ساقيهما؟ تفضل اشرح لي هذا الكلام. هذا مو طعن في زوجة النبي؟ ساقيهما عادي يشوفون، لأن يركضون يجيبون القرب الماء ويروحون يجون. شلون فهمني ايش بيها يعني؟ خلي ابو عائشه يشرح الحديث. ام علي، لقد رايت عائشه بنت ابي بكر وام سليم. خلينا نقدم الشيخ ابو عائشه. تعرفي انت عندك ابو عائشه افضل من يشرح الحديث، ده 20 سنه يدرس. ابو عائشه العالم هو يشرح لا يقدم على ابي عائشه واحد في البخاري. اخوان لا حد هو أديب لا تتقدم على ابي عائشه. شيخ ابو عائشه، هذا كلام صحيح انه عائشه وام سليم كانا ينقلان القرب ويلبسان الخلاخيل والصحابه. ام سليم. نعم ام سليم. نعم. اي شنو هذا الحديث صحيح يعني؟ شافوا؟ نعم صحيح. شلون يعني واحد يشوف سيقان عائشه؟ شلون هذا قبل فرض الحجاب يا عزيزي؟ قبل فرض الحجاب سيقانها طالعه. نعم، الحجاب كان في السنه الخامسه وغير في السنه الثالثه، فهنا فرض يعني. هذا قبل فرض الحجاب، وهي فلا اشكال في ذلك. هي كانت زوجه للنبي يعني، متزوجها؟ نعم. وسيقانها طالعه، كان سنها صغير في ذلك الوقت يعني، وتطلع سيقانها والصحابه يتنوعون.